سيرة من نور. كنت قبل 3 أيام إلى 4 أيام في مجلس لسماع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من صحيح مسلم، وكان هذا المجلس تعمه البركة وتحفه الملائكة، تغشاه الرحمة، تنزل عليه السكينة. حضره قرابة 2000 رجل وامرأة من 51 دولة. وهذا المجلس كان برعاية إحدى الأوقاف ثم وقف المحمود من أنقرة، والذين أجازوا الحاضرين بالسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فضيلة الشيخ العلامة محمد ابن إبراهيم اليعقوبي، وفضيلة الشيخ أيضا الدكتور إدريس الإدريسي الفاسي. ولهذين الرجلين سناد عالي يصل بك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سمعنا منهم أحاديث صحيح مسلم أكثر من 7000 حديث من أول الكتاب إلى نهايته. والإمام مسلم رحمه الله تعالى يتميز بميزات كثيرة، وهو بادئ ذي بدء. مقدمته في كتابه تعتبر مقدمة طيبة في علم المصطلح وفي علم الإسناد. من يقرأ هذه المقدمة يستفيد منها استفادة بليغة. وأعتقد والعلم عند الله أن بعض العلماء أفردها في مؤلف. ويتميز أيضا الإمام مسلم رحمه الله في كتابه صحيح مسلم بسرد أحاديث الباب كاملة بجميع ألفاظها ورواياتها وأسانيدها، فلا يقطع الحديث كما يقطعه الإمام البخاري في كتب المجاميع، وإنما يأتي بالكتاب ثم يسرد لك في هذا الكتاب جميع ما وردت فيه من أحاديث. وبالمناسبة الإمام مسلم رحمه الله لم يبوب كتابه على الأبواب، وإنما الذي بوبه هو الإمام النووي. وقد قام أيضا بعض العلماء في تبويب الأبواب وكتابتها وتفصيلها خدمة لكتاب صحيح مسلم. الشاهد أن كتاب صحيح مسلم تلقته الأمة بالقبول، وفيه بعض الأحاديث التي تكلم عنها الإمام الحافظ الدارقطني، وأجاب عنها الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. فهؤلاء العلماء الذين كتبوا وقدموا جعلهم الله عز وجل سراجا يضاء بهم في ظلمات الجهل وعدم المعرفة. فهذا الإمام مسلم تلقت الأمة كتابه بالقبول، وهو يعتبر الكتاب الثاني، المصدر الثاني بعد صحيح مسلم. فإذا كان المصدر الأول هو القرآن الكريم، والمصدر الثاني هي السنة النبوية، فمن كتب السنة النبوية التي تقبلها الناس بالقبول الجامع الصحيح للإمام البخاري، والجامع الصحيح للإمام مسلم رحمة الله على الجميع. فأحببت أن أبين لكم أن الله قد شرفني بحضور هذا المجلس وأخذ الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إسنادا عاليا في هذا الزمن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه، وأن يجمعنا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم على الحوض
غير مبدلين ولا مغيرين. وبعد أيها الأحبة، أذكر بدرسنا الذي هو سيرة من نور. هذا الدرس هو قراءة من صحيح البخاري والمقارنة بين هذه الأقوال النبوية الشريفة وبين سيرته العطرة صلى الله عليه وآله وسلم. ما زلنا في كتاب العلم، باب فضل العلم. قال رحمه الله تعالى كما هو واضح أمامكم في الشاشة: حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله بن عمران أن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم أوتيت بقدح لبن فشربت حتى أني لأرى الري يخرج من أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. هذا هو حديثنا اليوم، وهذا الحديث قطعه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ذكره في كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باب مناقب عمر بن الخطاب، وذكره أيضا في كتاب التعبير باب اللبن، وكذلك ذكره أيضا في كتاب التعبير باب إذا جرى اللبن في أطرافه أو أظافيره، وكذلك أعاد ذكره في كتاب التعبير باب إذا أعطى فضله غيره في النوم، وكذلك في كتاب التعبير أيضا باب القدح في النوم. وذكره الإمام مسلم رحمه الله تعالى بنفس اللفظ في كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم باب من فضائل عمر رضي الله تعالى عنه. وأخرجه أيضا الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في سننه باب الرؤيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب في رؤيا النبي اللبن والقمص. وكذلك أعاد ذكره الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه أبواب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا أخرجه الإمام الدارمي في مسنده في كتاب الرؤيا باب في اللبن والعسل وغير ذلك في النوم. وأيضا أورده الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسند عبد الله بن عمر في عدة مواضع يذكر فيها الإمام أحمد رحمه الله تعالى هذا الحديث. والحديث معناه واضح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نائما فرأى في نومه أنه أوتي بلبن، فأخذ هذا اللبن فشربه وأعطى فضله لعمر بن الخطاب، فقالوا له: بما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم عموما رؤى الأنبياء هي رؤى صادقة وهي وحي. قال سبحانه: ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. واللبن يؤول في المنام بأنه علم، وكذلك يؤول بأنه الفطرة، كما في حديث قصة الإسراء والمعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بقدحين، قدح فيه لبن وقدح فيه خمر، فاختار اللبن، فقال له جبريل: اخترت الفطرة. والفطرة بمعنى الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم في المنام لا أعلم حديثا إلا هذا الحديث الذي بيننا، أنه أعطى فضله في المنام أحدا إلا عمر بن الخطاب، وسئل: بماذا أولته؟ قال: أولته العلم. فإذا وهذا أيضا فيه فضل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه ومكانته العلمية
ومكانته أيضا العدلية، فهو إمام عادل، وهذا العدل نتج عن العلم، فعمر بن الخطاب من علماء الصحابة بلا شك. وهنا مشاهدي الأكارم يجدر بنا أن نستعرض معكم الذين شربوا فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمته. ولا شك قبل الدخول في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام جميع فضلاته وسؤره، وخاصة فيما يتعلق بالشراب الذي هو لبن أو ماء، أو فيما يتعلق بفضل وضوئه صلى الله عليه وسلم، وكذلك فضل أي طعام يأكله، بلا شك أنه تحل عليه البركة. ولذلك الصحابة كانوا يتقاتلون على وضوئه وعلى شعيرات من جسده، فشعره صلى الله عليه وسلم كان يقسمه عليه الصلاة والسلام بين أصحابه لبركة هذا الجسد الطاهر. وهذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الميزة التي فيها البركة وفيها الخير. وقد ثبت عن أم حرام أنها كانت تسلت العرق من رسول الله صلى الله عليه وسلم سلتا، فتجعله في قارورة، فيقول لها: ما هذا يا أم حرام أو يا أم نسيبة؟ فتقول: طيب نتطيب به يا رسول الله. ولا شك أن هذا من أعظم وأجود أنواع الطيب، وهو عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا العرق الطاهر المبارك. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم مبارك حسا ومعنى، فدعوته مباركة وأقواله مباركة، وما أتى به من القرآن الكريم مبارك، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. كل هذا فيه بركة معنوية وحسية أيضا. وهو أيضا عليه الصلاة والسلام مبارك في جسده صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان الناس يحرصون على أن يأكلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لبركته، وعلى أن يأخذوا فضل مائه وفضل طعامه عليه الصلاة وأتم التسليم. فمن الذي ظفر بهذا من أمته صلى الله عليه وسلم؟ المصادر تثبت لنا أن عمر بن الخطاب شرب فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، وهذه بلا شك نعمة من الله سبحانه وتعالى لعمر بن الخطاب، أنه يأتيه علما شبيها بعلم النبوة، أو هو علم النبوة. ولذلك قال عليه السلام في عمر بن الخطاب: لو كان بعد النبي لكان عمر. من الذين شربوا سؤر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضله عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، حيث قدم لرسول الله صلى الله عليه وسلم لبن، وكان عن يمينه عبد الله بن عباس وعن يساره خالد بن الوليد، فقال له النبي عليه السلام: هل تأذن أعطي خالدا؟ فقال: يا رسول الله، والله لا أؤثر بنصيبي منك أحد. وهذا يدل على حرص الصحابة رضي الله عليهم لأخذ فضل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولعل هذا هو السبب في كون عبد الله بن عباس جعله الله حبر الأمة ترجمان القرآن، إضافة إلى دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. من الذين أيضا ثبت عنهم أنهم شربوا سؤر رسول الله صلى الله عليه وسلم المقداد. فالمقداد بن عمرو رضي الله تعالى عنه شرب نصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة طويلة حكاها الإمام مسلم في كتابه. وبعد أن سقى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نهاية القصة، شرب أيضا المقداد فضل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك من الذين شربوا فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم غلام، في حديث عند مسلم كان هناك غلام عن النبي عليه السلام والأشياخ عن يساره، فلما شرب النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل تأذن أن أعطي للأشياخ؟
فقال والله ما كنت لأؤثر بالنصيب إليك. وقالوا أن هذا الغلام هو نفسه عبد الله بن عباس، وقد يكون غلاما آخر. على كل حال تواتر لدى الصحابة المسارعة والمسابقة في الاستفادة من سؤل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من الذين شربوا أيضا دمه عليه الصلاة والسلام عبد الله بن الزبير، فلما احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له خذ هذا وألق به بعيدا، فأخذه عبد الله بن الزبير ولم يتردد في وضعه في بطنه، قال كيف أبعد دم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصبه في الأرض، فشربه رضي الله عنه وارضاه. فقال له النبي عليه السلام ماذا فعلت بالدم؟ هل شربته؟ قال نعم. قال ويل لك من الناس وويل الناس منك. ومن الذين أيضا شربوا دم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه، فقال له أين وضعت الدم؟ قال شربته يا رسول الله ودم حجامة، فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا الصحابة كانوا يتسابقون في شرب سؤر رسول الله صلى الله عليه وسلم لبركته، وليعلمون أن الله أعطى نبيه عليه السلام هذه البركة المتميزة، ولم تكن لأبي بكر ولا لعمر بن الخطاب ولا لعثمان بن عفان ولا لعلي بن أبي طالب ولا لأي أحد من أمته، فهي خاصة به عليه الصلاة والسلام. نسأل الله تعالى أن يمن علينا أن نلتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة فنشرب من يده الشريفة ومن حوضه المبارك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. على نهج الرسول لنا مسير، وعند الله للساعي مصير. شغلنا عن طريق